السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. رجعنا لكم النهاردة عشان نكمل شرح الوحدة الستة الدرس الثالث والرابع. وزي ما احنا متعودين بنبدأ بشرح جزء القواعد في الأول، وهسيب لكم الورق برضو في صندوق الوصف. وطبعا بعد ما نخلص القاعدة ندخل على القراءة والاستماع. درس النهاردة طبعا متعلق بالدرس السابق، يعني انت لازم تكون مذاكر الدرس الأول والتاني لأن هما مكملين لسه في درس الإلزام. كان عندنا طبعا المرة اللي فاتت في الدرس الأول والتاني الإلزام في البريزنت، الإلزام في المضارع. النهاردة هما جايبين الأوبليجيشن الإلزام برضو بس في الباست، في الماضي. في المضارع طبعا احنا كنا خدنا have to و has to. عندنا النهاردة في الماضي قاعدة الإثبات هتبقى كلمة واحدة، احنا ممكن نفهمها الماضي من have to has to كلمة واحدة اللي هي مين؟ had to plus برضو infinitive. ايه معناها؟ معناها كان من الضروري ان، معناها كان من الضروري ان، يعني الحاجة دي كان لازم نعملها. يعني هقول مثلا he had to، هو كان لازم مثلا stay up late last night. الليلة الماضية كان المفروض سهر شوية. ليه؟ مثلا ما كانش بذاكر، فكان المفروض ان هو يعمل revise يراجع for his exam. من اجل الايه يا جماعة؟ من اجل الامتحان. دي قاعدة ممكن نقول عليها طبعا دي قاعدة الاثبات. عندنا برضو نفي، ناخد بالنا بقى من قاعدة النفي. فاعل، الفعل الماضي بيتنفى بمين؟ ب didn't، والمصدر من had have to plus infinitive. طبعا لم يكن من الضروري أن، لم يكن من الضروري أن، يبقى قاعدة النفي didn't have to. أو مثلا I didn't have to do، ما كانش لازم أعمل what my friends اللي أصدقائي suggested اللي اقترحوه عليا. يبقى هم اقترحوا شيء مش كويس وانا المفروض ما كنتش عملت هذا الشيء، ما كنت سمعت كلامهم وعملته. بعد كده تالت قاعدة عندنا للإلزام في الماضي اللي هي قاعدة question. السؤال لو هعمل بفعل مساعد هستخدم نفس didn't بس هتبقى did مع أي فاعل have to. برضو الدرس كله بيجي بعده الإيه؟ المصدر. أو مثلا did you have to go to the dentist؟ هو انت كان لازم تروح لطبيب الأسنان مثلا. أو yes will you تحول إلى I yes I did، وممكن أقول no I didn't. لو جينا كده قسمنا الدرس مع بعض هنلاقي إن احنا برضو هنا عندنا قاعدة الإثبات وقاعدة النفي والquestion اللي هي قاعدة الايه؟ قاعدة السؤال. ده بالنسبة للإلزام. دلوقتي هنروح لحاجة تاني خالص اللي هي اسمها الابيليتي، القدرة. بس تعالينا برضو الابيليتي in the past، القدرة فين؟ في الماضي. هنتكلم دلوقتي زي ما قلنا عن القدرة وعدم القدرة بالانجليش اللي هي طبعا expressing ability. ability يعني القدرة and inability عدم القدرة. كل ده فين؟ in the past، يعني القدرة وعدم القدرة في الماضي. عندنا قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة مشهورة جدا ومعروفة اللي هي قاعدة could اللي هي الماضي من كان. could plus infinitive زائد المصدر، وcould مع أي subject. ودي طبعا بتستخدم تعبير عن القدرة في موقف عام.
يعني زي مثلا القدرة على السباحة، قدرة عامة في الماضي حاجة كنت بتقدر عليها. طيب عندنا بقى بتساوي ايه في قاعدة تاني، ركزوا معايا بقى. عندي was aware able to برضو بلس الانفينيتيف. was aware able to كلها بتساوي could. was aware able to طبعا was مع الفاعل المفرد، where اللي هما الوي واليو والذي فاعل جمع. able to زائد المصدر دي طبعا بتستخدم في ايه؟ موقف محدد، يعني موقف معين مش موقف عام. هتبان من الأمثلة دلوقتي. طبعا لو احنا حابين ننفي أو حابين نعمل question مفيش مشكلة خالص. بنوت could تبقى couldn't، was were تبقى wasn't أو weren't، وتبديل في عملية السؤال. نكتب جملة كده، أو مثلا I could swim، أنا كنت أستطيع السباحة when I was young، عندما كنت صغيرا. لو أنا حابب أنفي أقول I couldn't swim، أنا ما كنتش بستطيع السباحة when I was young. ده بالنسبة للنفي. يبقى النفي بس بنحط كلمة مين؟ not. لو عايز أعمل سؤال أبدل could والI تحول إلى you. could you swim when اليو طبعا هتاخد were young. هل كنت تستطيع السباحة عندما كنت صغيرا؟ ممكن أقول yes I could، وممكن أقول يا سنة تالتة no I couldn't، لا لم أكن أستطيع. طيب تعالوا كده بقى ندي مثال على able to اللي هي برضو قادر على بس في موقف محدد. أقول مثلا I was able to، أنا was able to يعني قادر على swim in the pool، أنا قدرت أعوم فين؟ في البول، يعني في حمام السباحة. لو عايز أنفي أقول I wasn't able to swim in the pool. موقف معين ما يكلمنيش عن قدرة عامة. لو عايز أعمل سؤال I تحول إلى you، was طبعا تبقى were you able to swim in the pool. ممكن أقول yes I was، هبدل تاني. ممكن أقول no I wasn't. ده بالنسبة لل ability in the past، القدرة في الماضي. ودي كانت آخر قاعدة موجودة في منهجنا في الفصل الدراسي الأول. الدرس الخامس والسادس هيبقى مجموعة من دروس القراءة والاستماع. ودلوقتي هنشوف مع بعض أهم الكلمات، نقراها مع بعضنا كده ونشوف دروس القراءة والاستماع الخاصة بالدرس الثالث والرابع. هنشوف كده الكلمات. كتاب المعاصر 325. blog blog cyberbully cyberbully comment comment jock mindful mindful include mindfulness mindfulness breathe breathe relax relax feelings feelings readers port certain closed locked telephone telephone life jacket realize realize hope hope likely revise revise waterfall waterfall engine engine caliture caliture deeply deeply afterwards afterwards calmly mind facts timetable breathing health heard 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 do a test have a test choose friends
go home, show empathy, play a sport, play a game, feel better, do better. بعد كده عندي دروس القراءة والاستماع. الكلمات طبعا موجودة في كل الكتب واحد، ودروس القراءة برضو موحدة عشان حد يقول لي مثلا جيم وبيت هو نفس الكلمات ونفس دروس القراءة والاستماع وكتاب المدرسة مفيش اختلاف. boy 1 الولد الأول بيقول I mindfulness أو in mindfulness classes في حصص أو في دروس اليقظة we learn بنتعلم that it's okay to have a negative thoughts. عادي إن احنا تجيلنا أفكار سلبية like when you feel angry زي لما تشعر بالغضب. we don't have to feel bad about that. لما نبقى غضبانين المفروض إن احنا ما نتضايقش قوي. it helps me to understand my feelings. كده أنا أفهم مشاعري and try to turn them وأحاول أحولها into something positive لحاجة إيجابية. يعني أحاول الطاقة السلبية لطاقة إيجابية. mindfulness is about being kind to yourself. دروس اليقظة دي هي عبارة عن أنت تكون طيب مع ذاتك أو مع نفسك and kind to other people too وتكون طيب مع الآخرين. بعد كده نشوف رأي البنت بتقول in the class you have to close your eyes. بتغلق عينيك. breathe in تتنفس count to 5 وتعد لحد 5 then press out slowly. بعد كده تخرج نفس ببطء. breathing like this makes you feel calm. ده يخليك تشعر بالهدوء. boy 2 in the class we try not to think about all our problems. نحاول ما نفكرش في مشاكلنا. we should only think about the things that are around us. نفكر في الحاجات اللي موجودة حوالينا. think about the present only. نفكر في الحاضر. what's happening right now. ماذا يحدث الآن. the reason for this السبب is you can't change the future or the past. وليه احنا مش قادرين نغير لأن مينفعش نغير المستقبل ولا الماضي. we can only do something about the present. اللي نقدر نعمل حاجة في الحاضر اللي احنا عايشينه والواقع اللي احنا موجودين فيه. in mindfulness في دروس اليقظة you have to learn to find happiness in simple things. تبحث عن السعادة في الأشياء البسيطة. for example على سبيل المثال when you eat a favorite food لما تاكل طعامك المفضل think about how it smells في ريحته tastes مذاقه اللوكس وشكله. this a new way of doing everyday things. ده مثال بسيط لازاي تعمل كل حاجة كل يوم. يعني ننظر للشيء الإيجابي في حياتنا. أي حاجة بنعملها ننظر للإيجابيات وما نركزش على السلبيات. بعد كده عندي درس قراءة. I always wanted to be a part of a certain group of popular students. كان عندي دايما هدف إن أنا أكون جزء أو زميل لمجموعة من الطلاب المشهورين جدا في المدرسة. One day they suggested that we cyberbully a boy. اقترحوا إن إحنا نعمل cyberbully نتنمر على ولد in my class في فصلنا called فوزي. So I wrote an unkind comment. كتبت comment مش كويس about him on social media على التواصل الاجتماعي. I thought that my friends would think it was funny. كنت شايف إن أصحابي هيشوفوا إن ده funny. I didn't realize لم أكن أعرف that they were joking إن هما ده كله كان joking كان هزار. And I was the only one وأنا كنت الوحيد to write an unkind comment. الوحيد اللي كتب تعليق مش كويس ومش لائق كنت أنا. إياد read my comment. إياد قرأ التعليق بتاعي and the next day he didn't want to come to school. ما كانش عايز يجي المدرسة. I had to tell my parents. أنا اضطريت إن أنا أقول للparents للوالدين and they couldn't understand why I did it. ما كانوش فاهمين ليه أنا عملت كده. Then the other students didn't want to include me in their group. والطلبة كانوا عايزين يخرجوني من مجموعتهم. I am so embarrassed. أنا طبعا كنت embarrassed يعني أنا كنت محرج جدا about what I did بسبب اللي عملته. However ومع ذلك I hope my experience will have a positive result. كنت عايز أطلع من التجربة دي بشيء إيجابي too. I didn't have to do what my friends suggested. ما عملش اللي أصحابي يقولوا عليه. You should think before you do something. لازم تفكر قبل ما تعمل حاجة. Some online message في رسائل على النت can hurt people every day. بتأذي مشاعر الناس.
I was able to say sorry to إياد. قلت لإياد sorry. The next day he's very kind. كان طيب. And now we are friends. وبقينا أصدقاء. So you should choose your friends carefully. اختار أصدقائك بحرص. And always be kind to people. ودايما خليك طيب مع الناس. واللي كاتب الموضوع ده اسمه حسين. بعد كده عندي درس قراءة تاني. Last week my uncle took me out on his boat. خدني في القارب بتاعه. I had to wear a special life jacket. كنت لابس life jacket. And he said I had to walk carefully around the boat. قال لي امشي بحرص وانت بتمشي حوالين القارب. خلي بالك. But I couldn't run. وما تجريش. We traveled a long way. مشينا مسافة كبيرة في المية. And after 2 hours. وبعد ساعتين I wasn't able to see the beach. لم أكن قادرا على أن أرى الشاطئ. Only the sea. البحر بس هو اللي باين. Then the engine stopped. المحرك توقف بتاع السفينة أو البوت. We tried to start it. حاولنا نشغله but we couldn't. ما قدرناش. I was able to swim well. أنا بعوم كويس but I know that I wasn't able to swim to the beach. بس مش لدرجة أعوم لحد الشاطئ. So my uncle could telephone for help. اتصل وطلب مساعدة. They said الناس قالوا له إنهم they could send a helicopter. هيبعتوا له helicopter to help us. طبعا هو فرح هيركب هليكوبتر. However ومع ذلك suddenly the engine started again. المحرك اشتغل لوحده. So we didn't have to go home on a helicopter. ما رحناش المنزل في هليكوبتر لأن المحرك اشتغل. بعد كده عندي the daily news. الأخبار اليومية. As a part of a plan to improve students' mental health. تحسين الصحة العقلية. More than 350 schools in the United Kingdom في المملكة المتحدة recently introduced mindfulness as a part of the timetable. عاملين حصة مسمينها حصة اليقظة. In a mindfulness class, students learn to breathe. يتنفسوا slowly ببطء and to only think of the present. ويفكروا في الحاضر فقط. It isn't easy. مش سهلة. We usually think about things we have done in the past. بنفكر في الماضي or things we have to do in the future أو بنفكر في المستقبل. However ومع ذلك trying to think only about the present. التفكير بس في الحاضر help us to relax. هيخلينا نشعر بالاسترخاء and to really think deeply about everything we are doing at the moment. ونفكر في الحاجات اللي بنعملها دلوقتي. This helps to stop us from feeling anxious. وده يخلينا نشعر ب feeling anxious. هيبعد عننا شعور الغضب or worried والقلق about things we have done or have to do. Students say that mindfulness helps them to feel better. شعروا بتحسن about themselves and afterwards they do better at their school أو their work too. وفيما بعد بدأ الأداء بتاعهم في المدرسة كمان يتحسن. آخر درس معانا محادثة بين أشرف ولمار ومريم. كل حد بيتكلم عن شيء معين. I understand my feelings better now. أنا فاهم مشاعري دلوقتي. For example, when I feel angry لما بغضب I play a sport. بلعب رياضة. I usually find I play better. بلاقي أو بشعر بتحسن. لمار بتقول it's a nice sunny day in spring. يوم في الربيع مشمس. My friends want me to play a game. عايزيني ألعب with them. But I am feeling anxious. لكن أنا أشعر بالغضب. We had a test last week. عندنا امتحان الأسبوع الماضي and I did badly. حليت سيء. We have another test next week. عندنا امتحان تاني الأسبوع القادم and I don't think it will be easier. وشايف إنه مش هيبقى سهل. مريم it's morning. احنا دلوقتي في الصباح. I can hear the wind in the trees. سامع الرياح في الأشجار and the birds singing. والطيور تغني. I am breathing slowly and carefully. أنا أتنفس ببطء وبحرص وبعناية. وده آخر درس معانا في الدرس الثالث والرابع. انتظرونا إن شاء الله الفيديو القادم آخر درس معانا في المنهج. وبعد كده نبدأ سلسلة الفاينل ريفيجن المراجعة النهائية. مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.